شايف الصوره دي اول ما نزلت انقسمت عليها اراء، اللي دخل وقال لك الستايل ده حرام ابو صلاح وانت قدوه وما ينفعش، وحد تاني دخل قال لك كل الروح مقدسه، والتالت داخل بيقول لك احنا معاك ولا يهمك. حتى انت لو قررت دلوقتي انك تنزل صوره على البروفايل بتاعك ومغير بس فيها تسريحتك، هتلاقي ناس بتمدح فيك وناس تانيين بيعيبوا فيك. ايه علاقه ده بقى بعنوان الحلقه باللي احنا جايين نتكلم فيه؟ ده اللي هتفهمه لما تكمل معايا الحلقه. عزيزي المشاهد، مساء الخير. السينما نوعين، يا هتخش عشان تنبسط وتتمتع وهو فيلم دخلناه وضحكنا ودول كتير، يا افلام تانية هتخشها وهتخرج منها وانت بتفكر وهتفضل تفكر. الافلام اللي من النوع ده بتبقى لمست عقلنا وشاورت على حاجه ممكن ما خدناش بالنا منها، وفيلم النهارده اتعمل عشان كده. فيلم النهارده اتعمل بروح وثوره وشغف من الصنع بتاعه عشان يوصل رساله لكل واحد فينا. الرساله هتفهمها لما تشوف الفيلم لاخره، لان فيلم النهارده من سينما خاصه جدا وعزيزه عليا وهي سينما يوسف شاهين. فيلم النهارده هو فيلم المصير. كالعاده زي ما انت عارف احنا ما برجعش افلام، لان دي حاجه بتخنقني وبتخليني اكره اصلا مغزى الفيلم او ليه الفيلم اتعمل. وانا ببص على فيلم المصير بعد ما نزل سنه 1997 واشوف ايه اللي حصل قبليه وايه اللي حصل بعديه، اكتشف ان الزمن ثابت ما بيتغيرش. قبل فيلم المصير شاهين كان عامل فيلم اسمه المهاجر، اللي قلب الدنيا عليه حرفيا واتمنع من استكمال عرضه، بمعنى يعني انه اتسحب من السينمات عشان مشاكل كده مع ناس حبايبنا شافوا ان الفيلم ده مسيء بعض الشيء، لكن لان مخرج شاهين فعلى طول لازم يطرق الحديد وهو ساخن. ونبدا كده من اول الحكايه اللي ابتدت في فرنسا ومحاكم التفتيش وقتها، وهي بتجيب عالم او مفكر وبتسحله وتحرقه مع كتبه. وكل اللي انا عايزه منك هنا انك تفضل فاكر المشهد ده بس. شاهين حب يحط ايده على الجرح ويسال سؤال مهم، هو ايه اللي بيوقع المجتمعات؟ واختار الاندلس، اللي اكيد لما تسمع ان احنا كعرب كنا بنحكمها هتحس بفخر، رغم ان دي مش الاندلس يعني، بس الفكره هنا في علم الاندلس وان ازاي هي كانت مقرر العلوم، وازاي مفكر في فرنسا كان بيترجم كتابات ابن رشد واتحرق بسببها. وده يطلعنا على شخصيتنا المحارب، الشخص اللي هتكون عنده المشكله. ابن رشد قاضي بيحاول يحافظ على دايرته الصغيره واللي هي عيلته، وبيحاول يحافظ على عقول الناس وعدم ضياع امته. الشخصيه اللي المفترض تكون متزمته بما انها قاضي وبتحكم وبتتكلم في اصول الدين، لكن ابن رشد على النقيض تماما. هتلاقيه في مجلس علم بيكلم الناس عن الدين وان ازاي ان هم يجتهدوا فيه، وهتلاقيه برضه بيحب الحياه والغنى زي عبد الله، زي المشهد ده كده. تهرب زي الواد عبد الله؟ بحب الحياه زي عبد الله. صراعه مع جبهه داخليه واخده الدين ساتر عشان توصل بيه المطامع السياسيه عن طريق اداه مهمه جدا، وهم الشباب او سن المراهقه زي ما بيقولوا، سن التشوش اللي هتلاقي فيه ابن الخليفه عبد الله حابب يكون حب رقاص وبيحب الاغاني، وبعد كده شايف ان الدين هو المهم وده لازم ان هو ينشره. اسقاط مهم من شاهين على الناس اللي بتردد الشعارات من غير تفكير او انهم يدوروا عن الحقائق. شايفك يا صديقي انت المشوش وعارف ان الكلام ده جاي على الجرح، بس خلينا نرجع لمرجعنا. مواجهه ابن رشد مع الناس دي كانت من جانب انه يحمي الشباب من الدخول معاهم عن طريق كتاباته او عن طريق حكمه، وده اللي حصل في مشهد المحاكمه، وانه ما حكمش على الشاب بالاعدام لجهل الشاب بالشخص اللي هو ضربه، لمجرد انه بيغني وان هو مسلم شاف انه حق بالنسبه له انه يقتله. حتى اسمع كده، مين اللي قالك ان مروان عدو الله؟ كفايه انه مسلم وبيغني. هنا بقى في عرض لشاهين لاسئله مهمه جدا كلنا اكيد سالناها لنفسنا. هل ان نقرب من ربنا لازم نمشي في الصحراء طول النهار، او نتعبد من اول الشمس ما تطلع لغايه ما تغيب، او اشوف ان داعيه كلامه ما ينزلش الارض؟ كل دي اسئله وجهها شاهين في الفيلم وكان بيحاربها. ولان اي محارب لازم تجيله فترات شك، ولازم تحس ان البطل اللي موجود في الفيلم زيك وقريب منك. ابن رشد شك لما ضعف وما قدرش ان هو يحمي الشاب دول من الموت، لكنه قدر يرجع تاني. وشاهين في مشاهده عنده قدره قويه جدا في انه يوصلك لسابع سما وفجاه ينزلك لسابع ارض، زي مشهد مروان وهو راجع يغني مره تانية وصوته رجع، بس في نفس الوقت ظهر ابن رشد مكتبته كلها بتولع. ابن رشد بيمشي من بلده ويتهجر عشان افكاره، بس مبسوط عشان مع عيلته وبيفتكر كمان احلى ايام. وهنا بقى دي المشاعر الانسانيه اللي شاهين بيقدر يصورها لك في الفيلم. كمان نقطه الفيلم انه بيقول لك ان ابن رشد ده انسان طبيعي عادي، عالم قاضي، لكن صديقه مغني وبيساعده عشان ينقذ ابن امير. مش لازم ان انا اكون في برج عالي بعيد عن الناس عشان انا ذو مكانه. كل دي اسقاطات عن صحابنا اللي بتتجسد في مشهد ظهور الجلاله. مش عارف جلاله ايه الصراحه. ومروان، اكيد سالت نفسك هو مين مروان في قصتنا؟ مين الراجل اللي عمال يغني راح جاي ده؟ بالنسبه لي مروان هو صوت شاهين، صوت الحياه، انك تعيش تغني وتنبسط، وفي نفس الوقت عنده مبادئ ان العلم لازم يوصل باي شكل، وكمان بيحمي حد ما يخصوش بس بيحبه. ولحظه موته او ان اغنيته بتروح او ان فيلمه بيتسحب منه في السينمات، لكن برضه ما رضاش ان هو يرقع تحت رجل الناس اللي عايزه توصل افكارها هي بس. وانا بشوف ان المشهد ده هو مش مشهد منير، ده مشهد شاهين وفيلمه بيتسحب من السينمات. ويقرر شاهين ان هو يدينا درس تاني على لسان نوني الشريف، ان العلم مش مجرد كلمتين تحاول توصلهم وخلاص من غير ما تكون دارس وعارف وقاري في اي علوم، في كل العلوم. ورغم ان كتب ابن رشد اتحرقت وده انتصار بالنسبه لاعدائه، الا ان افكاره اتنقلت واتحفظت. ونفس مشهد المفكر في فرنسا بقى موجود في مكان تاني بعقيده تانيه. كادرات شاهين دايما سريه ومليانه بتفاصيل كتير جدا، بيقدر انه يخلي كل جزء في الكادر فيه حاجه. عندك مثلا مشهد اكل العيله، هتلاقي ابن رشد وعيلته وحاكم قرطبه قاعد، وهتلاقي اسقاط تاني من شهيد عن تلميذ قاعد بياكل معاهم
في نفس المكان. اسقاط بيقول لك ان الراجل ده ذو مكانه، بس عادي ممكن يقعد تلاميذه حواليه، وكاميرا بتتحرك عشان تجيب لك البيت بابعاده عشان يعمل ما بينك وبين المكان ألفة. مشهد محاكمه الشباب مثلا، هتلاقي ان المركز بتاعه اللي بيتحكم عليهم الشباب المضحوك عليهم، وهتلاقي الدايره بتبعد عشان يجيب لك مجلس الحكم ويجيب لك الام، وفي بعد تاني الناس اللي هم بيتفرجوا من بره، اللي دايما هتلاقيهم مجاميع كتير ما بيعملوش اي حاجه، كانهم لايرز شاهين بيرصهم. وطبعا لو جينا نتكلم بقى عن اخراج ومشاهد الاغاني، فدي ممكن نقول فيها قصص، بالذات اغنيه الفيلم علي صوتك، وحركه الكاميرا مع المجاميع والكادر بيتنقل في نفس الوقت اللي منير بيقول فيه غصب عني ارقص، وعبد الله هنا بيحاول يفك نفسه كانه بيرقص. تعال بقى نرجع لورا شويه. فاكر مشهد موت المفكر في فرنسا والمجاميع كلهم واقفين ومحدش بيعمل اي حاجه؟ مجتمع مختلف تماما عن المجتمع بتاعنا وعقيده مختلفه، الا اللي نفس الناس هنا هم نفس الناس هنا واقفين وما بيعملوش اي حاجه، شايفين الاخطاء لكن ما بيتحركوش لغايه ما بيجي شخص وهو اللي يحركهم. بس الفكره هنا ما ماتتش وانتقلت، لان الافكار ليها اجنحه ومحدش يقدر يمنعها عن الناس، وده هو كوت الفيلم او الماستر بتاعه، او بمعنى صح كده السبب اللي الفيلم اتعمل عشانه، واللي اتقال على لسان سيف عبد الرحمن لما كان بيكلم الوالي او الملك او الامير. افكار ليها اجنحه محدش يقدر يمنعها توصل للانسان. ونظره نور الشريف في نهايه الفيلم وكانها تحدي من شاهين نفسه، وهو بيقول انا وصلت رسالتي، تشيلوا فيلمي، تمحوا افكاري، توقفوا اعمالي، في النهايه انا وصلت افكاري. واتكتبت الجمله في نهايه الفيلم كانها رساله ليك بتقول لك ان انت وانت كلنا لينا افكار ولينا اراء ومحدش يقدر يمنعها انها توصل للناس. علي صوتك لو انت حتى هتموت وفي اخر نفس ليك، حتى لو افكارك غلط هيجي وقت وممكن تصححها، بس المهم ان يكون ليك صوت ما تكونش بغبغان بيردد. علي صوتك. علي صوتك